محمد سعد مات فنيا خلاص بسبب تكراره لنفس الكاركتر، او اي كاركتر ينجح يكرره تاني لحد ما بقى خلاص شطب. طب تعال نفكر كده في احمد مكي. عمل كاركتر اتش دبور في مسلسل تامر وشوقية الجزء الاول 2006 ونجح جدا، وطبعا قدمه في جزء تاني في 2007، وفي نفس السنة عمل نفس الكاركتر في فيلم مرجان احمد مرجان. بعدها اعتذر عن تامر وشوقية الجزء الثالث في 2008 وعمل فيلم لوحده بنفس الشخصية اتش دبور برضه. بعدين في عام 2009 السنة اللي بعديها عمل برضه اتش دبور للمرة الخامسة في فيلم طير انت، يعني 5 مرات ب4 سنين بس. 2010 خد كاركترين من طير انت وعملهم مسلسل الكبير اللي هم الكبير وجوني. وفي نفس السنة 2010 عمل كاركتر جديد خالص حزلقوم في فيلم لا تراجع ولا استسلام. وفي 2011 عمل حزلقوم برضه في فيلم سيما علي بابا للمرة الثانية. شغلانة بقى في 2012 عمل الجزء الثاني من الكبير بنفس الكاركترات الكبير وجوني. لسه مش واخد بالك؟ في 2013 كرر نفسه بالكبير وجوني وكمان ضاف عليهم حزلقوم للمرة الثالثة. في 2014 كرر الكبير وجوني وحزلقوم وضاف لهم كاركتر جديد اسمه نعيم السوداني. في 2015 برضو قدم كاركترات الكبير وجوني للمرة السادسة وحزلقوم للمرة الرابعة ونعيم للمرة الثانية. كل ده تكرار، لكن المسلسل فقد نكهته بعد اعتذار ممثلين كتير زي دنيا سمير غانم وهشام اسماعيل ووفاة ممثلين تانيين، فتوقف المسلسل وما بقاش مكي عارف يعمل ايه، وريح شوية في 2016 بس رجع في 2017 بكاركترات مختلفة خالص بمسلسل خلصانة بشياكة مع شيكو وهشام ماجد. لكن الكاركترات دي كلها فشلت والمسلسل فشل بالنسبة للنجاح اللي مكي وجمهوره متعودين عليه، فما كررش الكاركترات دي تاني. غاب 4 سنين ما بيعملش حاجة ورجع في 2021 في الاختيار الجزء الثاني بدور ضابط جيش، يعني مش كوميدي، فما ينفعش كاركتر، وطلع اتكلم عادي بصوته الحقيقي وشكله الحقيقي، فالناس اعتبرت ان ده تجديد. المهم نجح والناس كان وحشها مكي بتاع زمان، فمكي رجع لنفس اللعبة القديمة وجاب شنطة الكاركترات من جوه ورجع عمل 3 مواسم من الكبير وقدم كاركتر الكبير وجوني للمرة السابعة والثامنة والتاسعة وقدم حزلقوم للمرة الخامسة. وبعدين اعلن انه قرر تقديم مسلسل جديد خالص في رمضان اللي جاي 2025. من كلامي ده اعرف شوية حقايق يمكن ما تاخدش بالك منها في مشوار مكي. عمل 4 كاركترات بس هم اللي ناجحين. قدم اتش دبور 5 مرات، تخيل، حزلقوم 5 مرات، الكبير 9 مرات، جوني 9 مرات. اخر فيلم عمله مكي كان من 11 سنة في 2013. متخيل؟ بعد كل ده عرفت ليه بقول ان مكي ممكن جدا يقع زي محمد سعد وينتهي. طالما وصلت لحد هنا بقى يبقى يا ريت ما تنساش اللايك وتشترك في القناة، ومساء الخير.